من شهرين من دلوقتي كان الامتحانات الأخيرة ليا في المرحلة التعليمية، بحيث إن رابعة كلية الترم الأخير بالنسبة لأي حد. خلاص أخيرا هيستريح، أخيرا هيخلص تعليم. ولكن أنا قررت ما أخش ولا مادة من الخمسة اللي المفروض كانوا عليا وما كملش. ممكن قرار يكون مجنون، ولكن بالنسبة ليا كان علشان أوقف حاجة معينة. والحاجة المعينة دي قبل ما أكمل أنا حابب أوضح حاجة. الحاجة اللي خلتني أنزل الفيديو ده وأشارك القرار في الأساس هو فكرة مشاركة التجربة. والتجربة هي إن لو شخص عادي في مكان عادي وقرر إنه يتبع أحلامه وطموحاته وأفكاره الخاصة وإحساسه بنفسه، هيحصل إيه؟ بحيث إنه مهتمش إنه ياخد شهادة، مهتمش إنه يعمل زي ما الناس بتعمل، مهتمش إن زي ما الناس بتقول لازم تعمل، وقرر إنه يمشي بالشكل اللي هو حاسه صح ومرتاح فيه. هل ممكن ينجح ولا لأ؟ طبعا ده حاجة أنا معرفهاش، ولكن الزمن ومشاركة التجربة دي هتحدد. بحيث إن لو أنت شخص زيي حاسس ان لا، هو واضح اللي انت فيه دلوقتي واللي انت ماشي فيه والمسار اللي انت ماشي فيه مش مناسب ليك في الاساس، وحاسس ان في حاجات انت ممكن تعملها عكس كل اللي حواليك وعكس الواقع بحد ذاته ممكن ينجحك ويوصلك لحاجات انت حاببها، فممكن نقول في خلال السنة القادمة هتشوف نتائج قرار زي ده على حياة شخص ممكن يكون شبهك هتبقى عاملة ازاي. بس نكمل سبب القرار. بالنسبة ليا كان علشان أوقف حاجة معينة، والحاجة المعينة دي بدأت من تانية ثانوي. عشان نرجع لورا شوية بالنسبة لحياتي الشخصية، ففي الفترة دي تحديدا اللحظة دي هي اللي أنا قررت فيها أتخلى عن أحلامي، أتخلى عن أفكاري، عن آرائي بشكل تقريبا كلي. على الرغم من طول الرحلة كانت حاجات بتحاول ترجعني للشخص ده. وعلشان أوضح أكتر، أنا بالنسبة ليا كنت بحب الكمبيوتر من وأنا صغير، كان نفسي أكون مهندس كمبيوتر. وده فضل معايا لحد أولى ثانوي. تانية ثانوي دخلتها، أيا يكن الظروف أيا يكن المشاكل، كان الظاهر إن أنا ضعيف في الرياضيات. وبالنسبة لينا وقتها كان في علم رياضة، علوم. هندسة طبعا كان من علم رياضة، وأنا ضعيف في الرياضة. وقتها في ظل كل الظروف، الصوت اللي مش كان حقيقي بالنسبة ليا، ولكن هو الصوت الأولي فيما يخص أحلامي، إن أنت مش هتعرف تحقق حلمك لأن أنت كده كده ضعيف في الرياضيات. وكنت أكمل، طب إزاي أحسن نفسي؟ لأ، أنا وقتها ما كملتش السؤال التاني اللي هو طب إزاي أحسن نفسي عشان أوصل للحاجة اللي أنا عايزها. مش فاكر تحديدا إزاي كنت بفكر وقتها، ولكن أنا كنت فاكر إن القرار ده بشكل أو بآخر وأنا مش حاسس اتخليت عن كل أحلامي. وبعدين قررت أروح علم علوم علشان بالنسبة ليا في المواد العلمية كانت أسهل، اللي هو الطريق الأسهل مش الطريق الصح اللي هو كان أصعب. بعدين طبعا دخلت تالتة ثانوي، مفيش هدف محدد، جبت 81%. أنا كنت دفعة البوكلت نظام كده كان تعليمي جديد. دخلت معهد فني تمريض، ما رضيتش ادخل اي كليه علشان معهد فني تمريض في تكليف. بدات اركز على الظاهر، بدات اركز على الاغلبيه رايحه فين واروح زيهم. والجزء الطموح اللي مرتبط بشخصيتي، آه، اللي انا ممكن اقول بدات اردم عليها، بحث شويه في حوار المعهد ده ان لا، ده بعد كده ممكن تكمل كليه تمريض، حاجه كويسه اللي هو بيرضي ممكن نقول رغبتي في ان انا احقق حاجات كبيره. بعدين بكل بساطة ده طلع كمان إن أنا ممكن بعد كلية تمريض أخش كلية طب، اللي هو دكتور نساء قيصري بإشرافها. المهم
فلا، ده انت بص ممكن تطلع دكتور عشان الناس تقول عليك انك انت دكتور، لان ده بالنسبة لوقت ما احنا، او تحديدا انا طلعت دكتور مهندس، ده اللي هو اجمل حاجة في الدنيا. المهم، ان شاء الله، وان قبل الامتحانات بتاع الترم الاول انا كنت ماشي كويس مفيش مشكلة، يحصل لي حادث. الحادث ده يعني طبعا في البيت، وفي حوار الامتحان كان قدامي اختيارين. الاختيار على حسب وضعي وعلى حسب رؤيتي لنفسي. تاني، أنا لو دخلت هشيل مواد، ولكن بالنسبة لرأي الآخرين وبالنسبة للوضع العام، أنت كده هتأخر سنة. أنت كده دي سنة من عمرك، أصحابك هيبقى هيخلصوا قبلك إلى ذلك. فطبعا مشيتش ورا نفسي، وحصل اللي أنا كنت حاسه وكنت شايفه، لأن أنا أضرب نفسي، وشلت 4 مواد، عدت السنة. بالتالي نسبيا كده حوار إن أنا أكمل كلية، كلية بقى التمريض والطريق اللي أنا كنت متخيله ده راح، مفيش مشكلة. بعدين جيت أمتحن في المواد اللي أنا شلتها، اكتشفت إنهم 6 مواد مش 4. فبالنسبة ليا آه خلاص. طبعا كان في الظاهر وقتها ممكن في جزء نسبيا قررته على أساس نفسي، ولكن برضو كان على أساس حاجة تانية، وهي إن أنا بكل بساطة طبعا اكتشفت. ممكن أقول حاجة تاني. أنا الحمد لله إن في السنة اللي أنا طبعا قررت فيها إن أنا مكملش في المعهد خالص أصلا، بما إن أنا شفت الطريق اللي أنا كنت راسمه في دماغي، وإن أنا أكون دكتور وإلى ذلك راح، فأنا أروح أشوف حاجة تانية. والحاجة اللي في دماغي إن أنا كنت أخش كلية تجارة، وبعد كلية تجارة آه، في بعض أشخاص من قرايبي وصلوا لحاجات كويسة فيها، فأنا أوصل زيهم، ما مركزتش على نفسي خالص. المهم، ففي نفس الوقت اللي أنا كنت أروح أقدم على كلية تجارة، وكمان كنت أقدم في القاهرة علشان أخرج وأتكلم مع ناس ولا ذلك، لأن الفترة ما كانش أحسن حاجة. آه، اكتشفت إن في قرار طلع إن بما إن أنا مفصول من معهد، لأن أنا سنتين في نفس السنة، ممنوع ادخل اي كليه ولازم ادخل معهد تاني. القرار ده طلع في السنه اللي انا حصل معايا الموقف ده. دخلت معهد فني تجاري، عملت سنتين. طبعا ده كله يعني بص عمر. بعد كده طبعا عملت المعادله ودخلت كليه تجاره عادي. طبعا دخلت انا في ابن سويف اللي هو بلدي. والمهم وصلنا، على الرغم من ان ممكن اقول وقت ما انا بدات افوق اكتر، ووقت العزلة اللي اللي كان فيها استقرار نفسي، آه، اللي بدأ أحس بالصوت اللي جوه ده أكتر، وإن أنا مثلا أبدأ أقرأ كتاب، وكان المحفز إن ربنا، وأنا شايف إن كله أصلا بمشيئة ربنا. وقت ما الواحد فعلا بيبقى جواه عايز يعمل حاجة، بس هو مش متمسك باللي جواه، وماشي ورا الناس وماشي ورا الظروف وإلى كل ذلك، ربنا زاد المبلغ كبير فخلاني أقرأ كتاب. يعني ممكن اللي هو أنا عايز أحافظ على الفلوس دي وأكبرها. وممكن أقول إن الموضوع من الناحية دي بدأ يوصلني للنقطة اللي أنا فيها دلوقتي، وده كان تقريبا من حوالي سنتين. طبعا الموضوع بدأ يتحسن في حوار إن أنا وقت ما دخلت وعملت المعادلة، قررت إن أنا أجل الترم، على أساس إن أنا ما كانش في فترة أذاكر فيها بعد ما أنا قدمت. فأنا بدأت يكون فيه مسؤولية من نفسي في حوار قراراتي، اللي لا أنا هأجل. أنا اتعلمت من اللي قبل كده وإلى ذلك عشان أجيب امتياز. حوار امتياز دي ما كانش رغبتي الشخصية، كان برضه حواري إن أنا أجيب امتياز، وإن أنا أثبت للأشخاص اللي قالوا عليا إن أنا فاشل وفشل في حياتي السابقة، إن أنا كده جبت امتياز. وانا ما كانش عندي مشكله، انا ما عنديش مشكله في المذاكره، حتى ما كانش عندي مشكله في التمريض، في المذاكره. في حوار فارما اللي هو كان بتاع اللي ممكن بيدرسوها بندرسها وشبه باللي هي بتبقى في الصيدله، ما كانش عندي مشكله. والى ذلك انا كنت بحب كده الكيمياء. وفي التجاره نفس الموضوع، حاجات سهله جدا. بيبقى في مذكره فيها مراجعات الدكتور بينزلها، ومعظم الاسئله بتيجي منها. المهم،
وقت ما انا اتحركت حسيت ان برضو لا، انا مش عايز اجيب امتياز. يعني هو جوايا انا مش عايز اجيب امتياز، وتابعت الشغل. يعني انا تابعت الشغل وقلت انا خلص الكليه بقى كده وخلاص. ومن ناحيه رياده الاعمال اللي بدات تظهر واللي انا ممكن اتكلمت عنها في بدايه ما انا بدات اشارك اللي انا بعمله وبس. ففي الفتره دي وفي فتره تطوري طبعا الموضوع ما حصلش بشكل واحده واحده. لاحظت حاجه، ان وقت ما انا بتبع شعوري وبتحمل مسؤوليته بالنسبه ليا بيبقى اهون بكتير، اهون بكتير، وبستفاد كتير حتى لو غلط، من ان انا ممشيش ورا شعوري، وان انا بشكل او باخر امشي وخلاص. امشي عشان حاجه خارجيه، امشي عشان اظهر مثلا قدام الاشخاص اللي مثلا قدامكم انتوا مثلا او قدام اي حد ان انا مثلا آه كويس، ان انا حلو، ان انا جايب امتياز، ان انا معرفش خريج كليه معرفش ايه الى ذلك. ولكن اللي حسيت فيه بالراحة أكتر، واللي حسيت حتى في حتى في بعض الفيديوهات اللي أنا كنت بنشرها، وحتى كنت بلاقي في يعني الاستقبال بحد ذاته، إن ممكن دي دلالة أخدتها من الخارج ولكن بشكل خارجي. هو إن الفيديوهات حتى اللي أنا بالنسبة لي في القناة جابت مشاهدات كتير قوي، زي طريقتي في الإنجليزي أو حوار الرياضة أو حوار إنتاجيتي، حاجة زي كده. في كام فيديو جايبين مشاهدات كتير قوي. الفيديوهات دي هي اللي أنا كان بشكل كامل فيها كنت حقيقي. يعني لو ما كنتش بحاول أخلي الفيديو جميل علشان يعجب حد، لأ، أنا فتحت كده واتكلمت كده وحبيت أشارك حاجة حقيقية بالمية في المية أنا عملتها. فده يوصلنا للنقطة الأخيرة اللي أنا بالنسبة لي وقت ما جت حوار الشهادة. في البداية كان الموضوع بالنسبة لي كنت عايز أفضل أجل في الكلية عشان حوار الجيش والكلام ده، عشان كان عندي بعض الحاجات اللي أنا عايز أعملها وفي الجيش ممكن يعطلني. ولكن بعد ما أنا بدأت أفكر، وبرضه لأن شخصيتي بدأت تظهر وتفكيري ده بدأ يظهر تدريجي، اكتشفت إن لأ، أنا أصلا مش عايز أخد الشهادة. اللي هو انا الشهاده دي انا واخدها عشان مين؟ يعني انا بالنسبه ليا قدام نفسي مش حاسس باي فايده ولا اي قيمه ليها. انا مثلا بتعلم برمجه دلوقتي، بعمل حاجات مش محتاجه اصلا الشهاده. في نفس الوقت الشهاده بحد ذاتها انا مش مستفيد حاجه. طبعا مع احترامي للجامعه اللي انا فيها، ولكن المناهج عندنا متاخره جدا. لان انا مهتم يعني المواد اللي في التجاره عندنا انا مهتم بيها، ولكن انا اصلا اتعلمتها من كتب بره، على أساس العصر الحالي، عصر المعلومات. الكتب اللي موجودة في الجامعة عصر صناعي. فأنا قلت من حيث التعلم بحد ذاته أنا كده كده متعلم كل الكلام ده. ومن حيث الشهادة فأنا الصراحة بشكل شخصي مش من النوع اللي بيفكر إنه ياخد الشهادة ويقعد يلف على أماكن عشان يشتغل. لا، أنا من النوع اللي بيحاول يخلق حاجة قيمة، أو يعمل مشروع أو الكلام ده اللي هو مش معتمد على شهادات أصلا، أو اللي هو معتمد عليا انا بشكل اكبر. او حتى ان الشهاده بحد ذاتها لو هاخد شهاده تكون حقيقي استفدت منها. ولكن انا مش هاخد اي حاجه او هعمل اي حاجه لاجل ان انا اظهر قدام الناس انها تزودني قيمه، على الرغم انها ما فاتنيش باي حاجه. يعني ان انا خريج جامعه كليه كذا، وانا عارف ان الشهاده اصلا ما فاتنيش باي حاجه في حياتي، ولا تفيدني مجرد ان انا اقول للناس ان انا خريج كليه معرفش كذا. انا مش عايز كده. فبس. فأنا طبعا اللي أخدته مختصرا والقرار النهائي إن أنا هتعلم اللي أنا عايز أتعلمه، وأعمل اللي أنا حابب أعمله. وأول حاجة طبعا اللي أنا أصلا ممكن أكون شغال فيها دلوقتي مع بعض من الأشخاص اللي أنا اتعرفت عليهم منكم، وبعض الأشخاص اللي أنا حاولت أتواصل معاهم بحيث مشروع تقني، عامل مساعد شخصي. ممكن نقول دلوقتي مساعد شخصي اللي يساعد الأشخاص اللي عندهم طموح وعايزين يطوروا من نفسهم شخصيتهم، آه، الوضوح ازاي يوضحوا أهدافهم لنفسهم إلى ذلك. يعني المهم، يعني بكل بساطة أي حد عنده طموح يبقى عنده
هو مساعد في النقطة دي، إنه يخليه يعرف إيه طموح إذا ما كانش عنده، ولو عنده طموح إزاي يعرف يوصله ويجهز نفسه له وبس.